لك قلنا له 100 مرة، فتحت بيت، فتحت شغل، خليك بحالك، بعد لي على فرنساوي، شو بدك في هالعالم؟ انه شغله بتنحل اذا رحنا لعند ابو جودة؟ والله بارك. لك شو كان بده بهالشغله هذا معتز؟ ومنين تعرف لي عليه لهذا ابو فاروق؟ منين تعرف عليه؟ ولك هذا واحد نصاب محتال، اذا غلي سعره بيكون حقه نص فرنك، مو تبع 7 طوالق. ايه ولك هذا من ظهره من حبس لحبس، كيف بفوت وكيف بيطلع ما حدا بيعرف. شو عرفوا على معتز؟ في غير عبدو. لا يا ابو جودة لا، مو معتز اللي بيعمل هيك، انا مالي حرامي. شو عليك لعبيد؟ دوزن كلامك ابو جودات. ايه عود انت صاحبي، الطحين مسلوق وين لقيناه؟ بدكانتك. يعني نحن ما عم نتبلاك تبلي، عيب. انت صاحبي وحبيبي وعقيد حارة الطبع. وانا من فترة نبهتك وقلت لك في طحين مسروق من مستودعات الحكومة الفرنساوية، ايش كان انعرض عليك لا تشتري. على كل حال انا بعت ورق فاروق مشان يبين مع الخيط الابيض من الخيط الاسود، فهمان عقيد؟ ماشي يا ابو جودات ماشي. شو يعني ماشي؟ لك عزو، انا عم بحكي معك بالحسنى وانت عم تهددني، وعزة الله بتم بسلخ فيك فلا، بسلخ فيك فلا، بسلخ فيك فلا، لحتى يوصل صوتك لجوجلا، فهمان؟ اوعك على صوتك ها. اسمع، بدك تحكي لي شروة الطحين شلون اشتريتها؟ من ساسها لراسها، والا وعزة الله بنزلك على المنتزه لتحت، وبتعرف شو بصير فيك بعدين. شو يعني ما له مبين؟ ايه والله يا مرت عمي ما له مبين، ووصلني خبر انه بالحبس. قولي على عمتي. دخيلك يا عمي دخيل رجليك. معتز وين؟ طولوا بالكم طولوا بالكم، الله يرضى عليكم، نعم من هلا طولوا بالكم، لا ينشغل بالكم. شلون ما ينشغل بالنا؟ وينه معتز؟ لك عنده قصة هيك. قصة شو عمي؟ لك عمي شاري شروة الطحين طلع مسروق. ايه وشو دخله معتز؟ ان شاء الله تهمين معتز فيها. هيك شيء. قولي على قامتي. عمي شو ناوي تساوي؟ لنشوف والله ما نعرف. شو لنشوف يعني رح يبات بالحبس اليوم؟ هيك ليه وانت عنا انت حباتي عنا. قولي على قامتي عليك يا معتز. طولي بالك، تقبريني، بدك لا تفاولي على الولد وليه؟